على فكره وانا في طريق دلوقتي لماونت ريماركبل ناشونال بارك اللي انا كنت اصلا رايح لها دلوقتي. المسافه طبعا طويله جدا زي ما انا قلت لكم، حوالي سواقه تقريبا 3 ساعات الا ربع. في طريق هنا زي ما انتم عارفين انا اي حته بروحها في اقصى الجنوب او في اقصى الشمال بلاقي طبعا حتت في النص لازم اقف عندها، لان يعني ممكن ما اجيهاش تاني عشان اوصل المكان اللي انا هوريكم حالا دلوقتي ده تقريبا ساعتين سواقه يعني. فكان لازم اقف عنده رغم ان الدنيا الى حد ما مش هقول متاخره قوي ولا بدري قوي، ولكن يعني الواحد برضه عايز يكسب وقت. عديت على البحيره الورديه او البينك سولت ليك. هي دي يا جماعه زي ما انتم شايفين بحيره على فكره معروفه جدا اسمها بامبونجا. هي اسمها غريب كده، هي يعني بحيره كانت معروفه ان هي السكان اللي هي كورنا، في سكان بتوع اللي هم الابوريجينال او السكان الاصليين في استراليا هنا كانوا بيستوطنوا في البحيره دي. ودي اصلا بحيره مصدر رئيسي للملح هنا في جنوب استراليا. من اول ما المستوطنين الانجليز اللي هو الاوروبيين يعني جم يا جماعه هنا في استراليا تقريبا في منتصف الثمانينات تقريبا، كانوا بيستخدموا البحيره دي لانتاج كميات ملح كبيره جدا. منتصف التسعينات البحيره جفت تماما، كانوا بينقلوا طبقات سميكه جدا من الملح وبيوزعوها جنوب استراليا وفي كل انحاء استراليا تقريبا. وعلى فكره البحيره دي فيها تمثال كده شكله مميز في النص جدا، انا هوريه لكم دلوقتي، اسمه لوك ايل. انا مش عارف تنطق ازاي بصراحه، بس شكله لطيف جدا. وعلى فكره هي دي الخريطه بتاعت البحيره زي ما انتم شايفين. هنا موجوده هي الليك الموجوده هنا، وفي هنا كل بقى الحاجات اللي موجوده هنا، الباركينج، في برضو خط كده ممكن تمشي عليه، حمامات عموميه، فري واي فاي، ممكن برضو قاعده كده ممكن تعمل فيها بيكنيك او فيها يعني تقعد فيها انت مثلا والعيله ولا حاجه. كار بارك، في برضو الناس اللي هم اللي جايين بشاحنات كبيره جدا اللي هو تراك باركينج، بلاي جراوند، اكوموديشن، في كافيه برضو، فوتوغراف اوبورتونيتي، برضو في ار اي دي اللي هي الحاجات اللي بتعمل مساعدات العربيات اللي بتعطل في النص ولا حاجه والتامين وكده. وفي الناس اللي هم اللي جايين بالكرفانات عشان لو عايزين يقعدوا هنا او هنا زي ما انتم شايفين. يعني مثلا في كرفان زي ما انتم شايفين، فهي منطقه يعني فاتحه دراعاتها لكل الناس. تعالوا يا جماعه نشوف دلوقتي البحيره، شكلها بصراحه جامد جدا. هي على فكره البحيره دي يعني مش بتبقى لونها بينك او وردي طول السنه، هي اللون بتاعها بيتغير على حسب مناخ والطقس والطفيليات او البكتيريا اللي جواها، على حسب طبعا الموسم، ربيع، شتاء، خريف، الكلام ده كله. بس هي حاليا اللي انا شايفه دلوقتي ممكن اوريها لكم دلوقتي وانا شايفها من مكان هنا، هي لونها بينك لحد ما، ولكن انا دلوقتي مقرب منها. على فكره في برضه حته على فكره هنا فوق احنا ممكن نطلعها نتفرج على بحيره منها، يلا بينا. انتوا شايفين يا جماعه الفيو بصراحه من فوق احلى بكتير. انا دلوقتي على فكره دلوقتي واقف في الحته اللي انا واقف فيها دي. البحيره بصراحه شكلها جامد من فوق، على فكره باين اللون البينك بتاعها اكتر بكتير. انا لما كنت واقف تحت الموضوع كان مختلف شويه، ولكن دلوقتي اللون واضح اكتر. اسامي البحيرات والجبال والكلام ده كله بيدوها اسماء ليها علاقه بلغتهم، لان هم ليهم لغه معينه بيتكلموا بيها مالهاش علاقه بالانجليزي خالص. فدي اسمها بامبونجا، واماكن تانية ليها اسامي تانية غريبه. فيعني عادي تعودوا بقى على الاسماء اللي هي الغريبه دي. ركنت يا جماعه عشان احط بنزين في العربيه، لان البنزين بتاع العربيه خلاص تقريبا يعني فاضل له ربع التانك تقريبا ويخلص. فهفول العربيه دلوقتي، هفتح باب البنزين ونفول العربيه ب انا بحط على طول 98، فهحط 98. هفتح باب العربيه الاول وباب البنزين، وبعدين اشيل دي، اجيب دي كده، وبعدين نحط ونفول بقى 98. 98 بيكون فيه انجكتور كلينر، فده حاجه مهمه جدا للموتور، يعني بيطول عمر الموتور وبيزود الجوده بتاعت الاداء وكده. فدي انا بحط بصراحه 98 على طول. هو اغلى شويه طبعا اكيد من 95 و91، بس انا بالنسبه لي فرق فلوسي طبعا تبقى احسن العربيه عشان عمرها يطول، وعشان برضو الاداء بتاع العربيه يكون احسن وعمر الموتور يكون اقوى. حطيت تقريبا حوالي 43 و97 43 لتر و97 مللي لتر. عايز اوريكم هدفع كام بالظبط على البنزين اللي حطيته. $100 و67 سنت عشان حطيت حاجه 40 لتر ل 98. هو دلوقتي على فكره اغلى من الطبيعي، يعني الطبيعي بتاعه تقريبا بيكون تقريبا $1.80 يعني. فالبنزين الفتره دي اليومين دول بالتحديد اغلى شويه من الطبيعي. فهدفع واروح الحمام واجيلكوا تاني، يلا بينا.
Hello, how are you doing, man? Number one, please. No worries. No, thanks, man. Excuse me, can I just go to the toilet? Yeah, can. Thank you. اهلا بيكم يا جماعه في Southern Flinders Ranges National Park. دي يعني بارك كبيره جدا، لاندسكيب مهوله زي ما انتم شايفين حواليا. لسه وصل لها دلوقتي حالا. انا اصلا يعني تهت في اماكن كتير بصراحه، واتسوحت لغايه كنت عايز اروح مكان معين ولكن المكان ده ما لقيتوش. ولكن انا وصلت المكان ده، برضو المكان ده لطيف جدا. هي عامه اي ريزيرف ولا كونسرفيشن بارك بتلاقي فيها وايلد لايف كتير، يعني زي ما انتم شايفين. عاوز اوريكم اليافطه دي. هنا هتلاقوا الحيوانات دي اللي هي الكانتا يلو فوتد روك والابي. في مع حيوان اسمه الوالابي هنا مشهور قوي، موجود هنا، يعني ممكن وانا ماشي الاقيه في اي حته حواليا دلوقتي. زي ما انتم شايفين اصلا المكان كله طبيعه، كلها مساحات خضراء، وفي جبال حواليا بداير ما يدور. يعني انا هقعد امشي قدام لمده مثلا بتاع حوالي نصايه كده، اشوف الدنيا هتاخدني لفين. بس بصراحه المكان تحفه تحفه. يعني انا بصراحه زي ما قلت يا جماعه بحب بصراحه كده اتوه نفسي في الاماكن اللي زي كده، لان يعني مفيش احسن من واحد بصراحه يتوه في مكان مليان اشجار وغابات وحاجات زي كده. انا بعشق الحاجات دي جدا، وكنت اصلا ببقى نفسي جدا بصراحه ان انا الاقي مكان فيه حيوانات يعني تكون حواليك كتير، لكن الموضوع ده صعب جدا هنا. انت ممكن لو اخرك هتروح هتلاقي مثلا كوالا وكانجرو وحاجات زي كده، كلها حاجات يعني فافي جدا. بس انا كان نفسي في حاجات فيها اثاره اكتر. بس الاثاره دي يعني انت معناها انت هتدور على بريدتورز او الحيوانات اللي هي اللي بتصطاد وكده، طبعا ده استحاله. يعني مفيش اصلا هنا بريدتورز يا جماعه غير اعتقد الدينجو. الدينجو ده شبهه كده، عامل زي الكلب كده، خليط من الكلب على الذئب تقريبا. وهو بس هو يعني صياد، يعني بريدتور بيجري ورا الحاجات ويصطادها وكده. فطبعا ده مش موجود في الاماكن اللي هي مفتوحه للناس خالص، كله اصلا في محميات طبيعيه ومقفول عليه وكده، لانه هو بيموت. فاستحاله الحيوان ده يكون يعني طليق كده. فتعالى نتمشى في الغابه دي اوريكم بقى الدنيا ماشيه هناك عامله ازاي. سوري على المكان ده بنزله بنزله كده تحت زي ما انتم شايفين. كان واسع تحت هنا شويه، وبعدين المفروض انا اتمشى على التراك ده. هو ده اللي هيوديني لاقصى او ابعد نقطه ممكنه. فالطريق ده لو ضليته يعني مش هعرف ارجع تاني. هو اصلا ما فيش غيره اصلا، يعني هو ما فيش طريق غيره ممهد كده، فغصب عني اصلا لازم يعني امشي عليه. انا حرفيا يا جماعه دلوقتي ماشي يعني في قلب غابه حرفيا. يعني زي ما انتم شايفين مفيش حواليا اي حاجه غير زي ما انتم شايفين كده. انا دلوقتي محاصر بغابه كبيره جدا جدا جدا، ويعني عاليه جدا جدا. بس انا الحمد لله معايا الموبايل. انا كده معايا موبايل، لو حاجه لا قدر الله حصل يعني مش حاجه تحصل طبعا ان شاء الله. بس يعني بقول ان هنا انت ماشي مفيش حد انا معيش حد دلوقتي، انا ماشي لوحدي. انت مفيش اي حد معاك. لو قدر الله حد حصل له حاجه، ما قدموش غير ان هو يكلم 911. يعني الدنيا هنا لازم الواحد ياخد باله بصراحه، لان ما انت في غابه، في وسط غابه بالظبط. هي حرفيا غابه زي ما انتم شايفين. مثلا ممكن اوريكم حتى، بصوا هنا الممرات المائيه دي. بص انا دلوقتي ماشي وسط الكلام ده كله. فلازم الواحد ياخد باله يا جماعه حاجات، عشان لو القدر الله حصل حاجه تكون انت عارف انت فين اصلا وجاي منين والكلام ده كله. انا مش عارف بصراحه اخر الطريق ده ايه، يعني انا مش عارف. يعني هو المفروض هنا اهو، لو هنا ده اخره ميه، فاعتقد انا المفروض امشي كده. لكن ربنا صح، جاي من الطريق ده وطالع على الطريق ده. في يا جماعه على فكره صوت مجرى مائي انا سامعه. الحته دي فيها مجرى مائي.
واقف على قمة صخرة والمجرى ماله زي ما انتم شايفينه ده. نكمل عادي طريقنا اللي هو ده. انا لغاية دلوقتي ما شفتش ولا ولبي. ولبي ده اللي هو يا جماعة الحيوان اللي احنا شفناه على اليافطة اللي على اول الكونسرفيشن بارك. ف طبعا اكيد مش بسهولة طبعا الواحد يلاقيه يعني. بصوا يا جماعة الصخرة دي، بس ادينا نمشي كمان 5 دقايق ممكن. بصوا يا جماعة عاوز اوريكم الكوكاتو. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس اهو يا جماعة هو ده بالظبط. الكوكاتو ده على فكرة يا جماعة من أكتر أنواع البغبغانات المزعجة اللي ممكن واحد يجيبها، مزعج بشكل غير طبيعي يعني. بصوا يا جماعة المنظر ده، المكان ده تقريبا عفن. أنا مش عارف بصراحة ده مكانه إيه. أنا افتكرته حاجة كده ولا كده. الطريق ده غير ممهد كله صخور. ده النهارده الفيديو كان بتاعنا في فليندرز رينج كونسرفيشن بارك. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك على الفيديو ده لو عجبكم. النهارده فيديو خفيف كده، مشيت كده بس في الكونسرفيشن بارك. وعلى فكره يا جماعه المكان ده بعيد عني تقريبا حوالي 300 كيلو، بعيد جدا جدا يعني هو بعيد عن ادلب بمسافه حلوه قوي يعني. صوت حوالي تقريبا 3 ساعات. الا ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك على الفيديو ده وسبسكرايب طبعا على القناه. الموضوع بصراحه بيديني دعم جامد جدا نعمل فيديوهات بعد كده. لسه في اماكن كتيره جدا هنا في جنوب استراليا وفي استراليا بشكل عام، ولايات تانية لسه هروحها ان شاء الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.